مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية المفصلة الخاصة بأحوال الطقس في الجزائر والتوقعات للأيام القادمة. من المرتقب بإذن الله خلال نهاية الأسبوع أن تتغير الحالة الجوية في بعض الولايات الوسطى والشمالية الغربية للبلاد. نحن في متابعة ورصد آخر التطورات بخصوص الحالة الجوية المرتقبة في الجزائر، وحسب آخر تحديث للنموذج الأوروبي والنموذج الأمريكي تشير التوقعات إلى أنه إن شاء الله خلال يوم الخميس ويوم الجمعة ستسجل درجات الحرارة كما يلي: في الجلفة 12 درجة، في الجزائر العاصمة 15 درجة، وفي قسنطينة 7 درجات. تشير الاضطرابات الجوية فوق البحر الأبيض المتوسط وخاصة شمال إفريقيا إلى أن الجزائر ستكون تحت تأثير هذه الاضطرابات الجوية ابتداء من يوم الخميس. كما تشير التوقعات إلى أمطار مرتقبة في الولايات التالية: سوق أهراس، عنابة، سكيكدة، قسنطينة، سطيف، الجزائر العاصمة، وهران، تلمسان، معسكر، غليزان، عين الدفلة، وتيبازة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال يوم الجمعة، السبت والأحد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 16 درجة في الجلفة و7 درجات في قسنطينة. ختاما، نشكر متابعي القناة على دعمهم وندعوهم للاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، وإلى اللقاء في نشرة قادمة بإذن الله.